رجعنا في فيديو جديد. طبعا احنا الفيديو ده مش جديد، احنا اصلا كنا بننزل لكم فيديو تحدي الضمنه، وطبعا هو صاحبنا بيلعب هنا، فاحنا لسه منزلين فيديو الضمنه. فطبعا الناس اللي بتقول لي انت مسمي اسم قناتك باسم القناه اللي هتظهر هنا. والله يا جماعه ده اسم قناتي، هفهمكم الموضوع. انا ذات نفسي مش فاهم ايه هو الموضوع ده، جايبني مدخلني الفيديو وانا مش عارف طب في ايه، قول لي انا عايزه مؤاخذة على اللي حصل. طبعا انا كنت فاتح انا وعيال زميلي اسمه جورج اوشا، كنا نزلنا هو فيها فيديوهات والكلام ده. كان اسمها برضه جوجو توينز، وكان اللوجو بتاعها عامل زي باب كده بينزل وبيطلع ومرسوم عليها لوجو. تمام. طبعا هتلاقوا هنا القناه دي حصل فيها مشاكل وحصل فيها حاجات كتير، فدي سيبناها. عملنا مشاكل انا وهو وعملنا حاجات كتير. اللي هيقول لي انا واخد اسم من القناه دي، والله ما واخد حاجه، والله ما واخد حاجه من القناه. يا ابني اسمع عشان تبقى شاهد، عشان ناس كتير بتيجي تكلمنا على الكلام ده. والله استنى يا اسطى عارف نلعب بيه. طبعا احنا عايزين الفيديو ده يطلع يتشير عشان يوصل ليه. بفكر ان احنا سارقين منه قناه، والله ما سارقين منه حاجه. استنى يعني كده انت كنت بتصور مع جورج اوشا ايوه، وقال لك القناه دي مسروقه يا جورج، اللي في دماغك يعملها. القناه دي مش مسروقه، القناه دي احنا عاملينها وكاتبين عليها اسم، واللي في دماغك يعمله. هو بنقولها لك تاني مره، اللي في دماغك يعمله. يعني انا هجيبه في مره وهقعده معانا وهنشوف الحوار ده. بس والله لو شفتك قعدت تتكلم على القناه دي تاني اشوفك في الشارع هدمرك. كلمه هدمرك قليله. القناه دي بتاعتنا، عشان محدش يجي يقول بس واخد القناه من القناه دي، عشان لما مثلا حد يجي يبحث يكتب بيجو توينز بيلاقي القناه دي الثانيه. يا ابني احنا جايين في الكاميرا ولا ايه؟ اللي يجي يقول فين فيجو توينز والكلام ده، يا جماعه صدقوني احنا القناه دي بتاعتنا، احنا مش سارقين قناه. استنى بقى عشان عايز شكرا لكل اللي عامل لنا سبسكرايب. احنا وصلنا ل 17 سبسكرايب، فاضل لنا 3 وهننزل لكم الفيلم او الكليب اللي هو بيقول عليه ده. طبعا احنا الكليب صعب جامد. الكليب يعني ايه، في حاجات يعني فيها فنيات وكده والصوت. اهلا بيكم في قناه بيجو توينز. طبعا هو فاهم اللي كان فيه والكلام ده، فاحنا خلاص مش هنروح المكان ده تاني ان شاء الله. وان شاء الله زي ما وعدنا. يا اسطى هو انا ليه لما كنت جوه كده اغمى عليا من ساعتها؟ انا لسه فايق من ساعتين 3. ما علينا، سكران. طبعا احنا هننسى كل حاجه ونبدا بقى بالقناه الجديده بقى، اخوات وكل حاجه. استنى بس، وفي قناه اسمها جو هتنزل لكم في اللينك، في اول لينك اول تعليق ادخلوا دمروا السبسكرايب. دي القناه لسه عاملها من يومين ومنزل فيها هم فيديوهين، وهينزل لكم كل فيديوهات الاصل. مش عارف كنت سكران فيها دي. كمل بقى. طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا التيم البجويه كله في بعضه ايد واحده، معانا مش هنفرق عن بعض. ولو في حاجه انتوا مثلا عايزيننا نعملها سيت اب، طبعا اعذرونا ان احنا ما بنصورش في مكان بيت كده. طبعا البيوت اهالينا موجوده، الكلام ده مش هينفع. يا ابني خلي حد من اخواتنا يطلع معانا. دي حاجه، دي نقطه. النقطه الثانيه يعني اهالينا مثلا مامتنا اخواتنا كده، يعني مش هينفع في الاوض والكلام ده. لكن في الاول انا كنت بصور لكم على الاوضه، كانت بتبقى مقفوله عليا، بشغل اللاب كنت بشغل التكييف، كنت ببقى انا وانتوا بس، مش حد تاني بيبقى معايا. كنت انا بصور الفيديو ده بتاع 300 مره. يعني مثلا اصور اختي تفتح على الباب، اخويا يفتح الباب، مامتي بابايا كذا مره. مثلا الناس بتيجي تزورنا، انا بكره اليوم اللي كنت بصور فيه في الشقه. دلوقتي بقى احنا قاعدين في الكافيه، ولا ده يقول لنا كاني ومالي كل ده مفيش اصلا يبان. كل اللي حصل ولما زعقت في الراجل من شويه كل ده هيبان لكم. مفيش اصل في الفيديوهات. ان شاء الله ان شاء الله قريب هنحاول نأجر شقه، ده هنحاول يعني. وكمان انا بقول لك تاني يا اوشا، قناه انا مش سارق منك حاجه. الناس اللي في دماغها ثانيه واحده، الناس اللي في دماغها ان احنا سارقين القناه او واخدين من اسم القناه دي، والله ما سارقين ولا حاجه.
حتى انا كمان اللي جايب الاسم ده، هو ما عرفش يجيب اسم ولا حاجه، احنا اللي واخدين الاسم ده. والله هو يا جماعه انا اللي جايبه. ويا اوشا انا بوجه لك رساله، احنا عاملين القناه دي للهزار وللعب وللمغامرات وكل حاجه. انت هتدخل بقى في الكومنتات تقول لنا انتوا سارقين القناه سارقين القناه. انا عايز اشوفها، احنا سارقين القناه، انا عايز اشوفها. القناه مش مسروقه ولا في حاجه، احنا القناه بتاعتنا قفل. حصل معايا حوار، قلت له يا ابني هتصور تاني انا هنرجع، قال لي اه. فجاه لقيته قفل تليفونه، عمل لي بلوك، وعمل لي بلوك على الواتس وعلى الانستا وعلى الماسنجر، على اي حاجه، اي وسيله اتصال. فرش معايا، رحت له البيت ما رضاش يرد، كبرت دماغي. بقيت بقابله مش راضي حتى يبص لي، ده صاحب مش جدع ده خالص. فاحنا حاولنا نرجعه كتير بس هو رجعه مش جدع، وانا هحاول هجيبه وهقعده هنا وهشوف الحوار ده. فان شاء الله احنا نشوفوا الفيديو بتاع الموتوسيكل اللي قلت لكم عليه. انا وهو سؤال واحد. الموتوسيكل طبعا انا جايب له شويه اكسسوارات وشويه حاجات، فاحنا هنصور الاكسسوارات ده والكلام. هتشوفوا جمدان ان شاء الله. يبقى في مغامرات ورحلات في مغامره. انتوا اكيد شفتوا القصر، سيبك من القصر بقى كده كله. في بيت عند المترو وعند محطه المترو لو تعرفوا. رايحين. انا هروح، انا كل ده هينزل لكم على قناتي، انا هسيبكم من قناتي، كل ده هينزل من قناتي. مفيش حاجه. انا هروح. تمام. طبعا زي ما قلت لكم في حاجه وقعت. طبعا الفيديوهات ان شاء الله هتبقى حلوه وكل حاجه. ان شاء الله هتكون الفيديو كله ايد واحده ومش هيبقى فيه اي حاجه. وتمام. احنا بقى هننهي الفيديو لحد هنا يا ابني، هننهي الفيديو لحد هنا. فان شاء الله الفيديوهات كلها هتبقى حلوه وكل حاجه. جاب جون عالمي، جاب جون عالمي. طبعا هننهي الفيديو لحد هنا. والسلام. معلش يا جدعان على اللي احنا عملناه، هو انا كان قصدي بس اهزر، بس معانا واحد بيجي كل ما اقول والسلام عليكم يقفل. طبعا بقى لما عفر فاحنا لازم ننهي بقى معاكم مع احلى اخوات في الدنيا. طبعا هننهي لحد هنا الفيديو ونشوفكم الفلوج الجاي. سلام.